بمنجايه واحده ولفه جلاش هتعملي بجد حلو عظمه. طعمه خطير جدا وفي نفس الوقت سهل وبسيط واقتصادي. جالك ضيوف فجأة عايزه تحلي انت والولاد، هنعمل احلى تحليه بطريقه سهله وبسيطه مش تاخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه جبت كده في صينيه عندي لفه الجلاش، كانت طبعا مكسره زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا اقطعها كده بالمقص بالشكل ده. ابتديت اديها كده رشه من الزيت، وتقدري كمان تحطي سمنه لو حابه، وهدخلها بقى يلا بينا على الفرن. هدخلها الفرن، هتقعد شويه في الفرن علشان تتحمر معانا. وهنا بقى بنقطع المانجا مكعبات زي ما انتم شايفين. المانجا بقى عايزه اقول لكم الايام دي مغرقه طبعا السوق، وسعرها حلو جدا وبيبقى طعمها حلو قوي، وانا مستخدمه المانجا الصفرا دي، بيبقى طعمها حلو قوي كمان في الحلويات. تقدروا تستخدموها زي ما انتوا عايزين، وتقدروا كمان تزودوا الكميه لو حابين. هنستخدم بقى معانا كمان منتجات دريم، طبعا انتوا عارفين شركه دريم منتجاتها حلوه جدا. جبت بقى ظرف كده او باكت من الكريم شانتيه، وابتديت ان انا احط عليه نص كوبايه من الميه المثلجه، والميه هنا كانت متلجه يا جماعه علشان تدينا نتيجه حلوه جدا. ابتديت بقى كمان اجيب كده، ودي خطوه اختياري برضو، ايس كريم البودر بتاع دريم حلو جدا وبيبقى طعمه حلو قوي، وده اختياري ممكن تستغنوا عن الخطوه دي مفيش اي مشكله، بس عايزه اقول لكم بتخلي الطعم حلو جدا. وببتدي بقى اضربها بالشكل ده، تبقى الكريمه خطيره. هنا بقى الجلاش طلع معانا زي ما انتوا كده شايفين، بصوا بقى شكله متحمر بقى وخطير. نزلت عليه بشربات كده خفيف، شربات كده يكون خفيف عندك، بس بيكون الشربات بارد، وكمان الجلاش بيكون سخن معاك. عايزين مقادير الشربات او السيرب او الشيره زي ما بعض الدول بيقولوا عليه، قولوا لي وانا اكتبه لكم في التعليق. هنا بقى هجيب اي كاسات عندي او اي بولات زي ما انا حابه، هبتدي احط عليها كده او فيها الجلاش، وهبتدي ان انا احط عليها طبقه تانية كده من الكريمه اللي احنا ضربناها مع بعض، اللي هي عباره عن الكريم شانتيه وكمان الايس كريم. بجد طعمها غني وخطير يا بنات، بجد جربوها، الوصفه دي وصفه حلوه جدا وسهله وبسيطه. هبتدي بقى احط تاني طبقات كده من الجلاش اللي احنا حمصناه مع بعض، وهبتدي برضو احط بقى طبقه كمان من الكريمه اللي احنا جهزناها السهله البسيطه، بجد خطيره. والميكس ده ميكس خطير، عايزه اقول لكم بجد تحفه جدا. لو جالك ضيوف تقدري تعمليها كده، يعني طبعا بيبقوا جايين مثلا على غفله، او عايزه تدلعي كده اولادك، تقدري تدلعيهم وتعملي لهم الكاسات دي، بجد تحفه جدا وطعمها خطير. وهنا بقى هبتدي كده اجيب قطع المانجا، هبتدي ان انا احطها كده من على الوش. بصوا تحفه، حاجه كده سهله وبسيطه واقتصاديه، وعايزه اقول لكم احلى كمان من الجاتو، احلى من الاختراعات اللي طالعه جديده. هنا بقى هجيب باكت الجيلي، وهبتدي ان انا احطه كده، افضيه في الكوبايه، احط عليه كوبايه الا ربع من الميه السخنه علشان يبتدي ان هو يفك معانا بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلبه بالشكل ده كده على طول علشان يبتدي ان هو يفك معانا. هسيبه بقى يبرد، ومش هنحطه سخن علشان ما يبتديش ان هو ينزل لتحت، ما يبقاش على الطبقه اللي فوق. هنا بقى جات لي فكره تانية كده، قلت اعملها في مج كده يكون ازاز. ابتديت ان انا ادهنه او ارش عليه كده رشه من الزيت علشان ما يلزقش معانا لما اجي اقلبه، وابتديت برضو اكرر عمليه او الطبقات اللي احنا عملناها مع بعض بكل سهوله. وتعالوا بقى نحط الجيلي كده بعد ما برد معانا على الكاسات بتاعتنا. بصوا بقى خطيره بجد، حلو تحفه وسهل وبسيط واقتصادي. يلا بقى اعملوا لايك وشير للفيديو، انتوا لسه ما عملتوش ولا ايه؟ هنا بقى ده كان كده اخر بقى كوبايه، ابتديت ان انا ادخلهم بقى الفريزر علشان يجمدوا معانا او يسقعوا كده شويه، ويدوني بقى طعم حلو جدا، حلو سهل وبسيط واقتصادي ومنعش وخطير، طعمه حلو قوي. وادي بقى المج اللي احنا عملناه مع بعض، قلت بقى افضيه كده بالشكل ده واقلبه علشان بقى يبقى شكل تاني غير طبعا الكاسات. ده فكرتين زي ما انت حابه بقى تعملي. عايزه اقول لكم الطعم بجد حلو جدا، ايه الجمال والحلاوه ده، بجد خطير، حاجه كده ترطب علينا في الصيف وطعمها خطيره جدا. بألف هنا وشفا يا حبايبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. كنت معاكم مية امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. هنا بقى كنت بوريكم كده الطبقات، وتعالوا بصوا بقى الجيلي مع الطعم، بجد خطير خطير. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. عايزه اقول لكم كانوا واقفين ورا الكاميرا عايزين يدوقوا. بصوا كل واحد بقى هيبتدي دلوقتي ياخد كده يخطف كاس، عشان بقى ايه يعني، خلاص كانوا فعلا عايزين ياكلوها ويدوقوها، وكان طعمها حلو جدا. بصوا لسه هصور لقيتهم جم بقى خلاص بقى اللي هو ايه، هندوق وهناكل وهنخطف بقى كل واحد، فرحت لحقت بقى ايه الطبق بقى الاخير ده. بألف هنا وشفا.